ازاي تنزل تدريبات في شركات وانت لسه طالب عشان تطور من نفسك وتلاقي فرص شغل بعد ما تتخرج. واحد، هتدخل على لينكد ان هتدور على موظفين في نفس الاداره اللي نفسك تنزل تدريب فيها او الاتش ار مسؤول التدريب في الشركه. هتبعت لهم الرساله دي وهتتابع معاهم. انا اسمي، وهتكتب اسمك، بدرس في كليه كذا، وهتكتب الكليه اللي انت بتدرس فيها، وبدرس تخصص، وهتكتب التخصص اللي انت بتدرس فيه. وبعد كده هتكمل وتقول لهم ان انت محتاج تنزل تدريب معاهم في الشركه عشان تطور من نفسك وتكتسب خبره، وتكتب لهم ان انت نزلت تدريبات في شركات قبل كده، وتكتب الشركات اللي انت نزلت فيها، واكتب لهم ان انت شاركت في اعمال تطوعيه او ستودنت اكتيفيتي والايفنتس اللي انت حضرتها. بعد كده هتبعت لهم السي في بتاعك، ويا ريت السي في بتاعك يكون معمول على موقع محترف زي موقع كانفا. في السي في بتاعك هتكتب الاول الخبرات وبعد كده المهارات. خلي دايما في السي في بتاعك، خصوصا لو انت طالب، المهارات تكون في الاول. اكتب التدريبات اللي انت نزلتها قبل كده، الستودنت اكتيفيتي اللي انت شاركت فيها، وكمان لو في تطوع. بعد كده هتكتب المهارات اللي عندك زي المهارات التكنيكال واللي بتكون خاصه بالمجال بتاعك اللي انت بتدرسه، مهارات تانية زي اداره الوقت، العمل تحت ضغط، والعمل ضمن فريق. وطبعا لازم تهتم بالكفر ليتر واللي لازم تجاوب عليه على 3 اسئله: واحد، ليه بتقدم في الشركه دي بالذات؟ اتنين، ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ تالت حاجه، ازاي هتضيف للفريق بتاعهم؟ وخلي بالك، اهم نصيحه تهتم بيها خلال فتره دراستك ان انت لازم تكون طالب فراك. كل الشركات حرفيا بتدور على الطالب النشط اللي دايما بيدور على ان هو يطور من نفسه باستمرار ومش شايف نفسه واقف عند حد معين. فلو انت طالب من الطلاب دي ما تقلقش خالص، لان الشركات بتدور على اللي زيك. اهم حاجه تقنع الشركه اللي انت بتقدم فيها ان انت معاهم مش هتبدا من الصفر. انا مايكل مصري، وبساعدك هنا انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي فولو وتابعني عشان في تدريبات كتير قوي الفتره الجايه. سلام.